السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهاردة بقى هنعمل مع بعض كده فطار بسيط وسهل. مش عارفة اذا كان هينزل لكم في رمضان ولا لأ، عشان يعني عندي فيديوهات متخزنة وكده، فحسب بقى ايه يعني نزل لكم في رمضان يبقى الحمد لله، ما نزلش برضو ايه يعني بشارككم يومي وفكرة اكل ممكن نعملوها مع بعض. انا النهارده هعمل ايه؟ هعمل فراخ وملوخيه. تمام، انا دايما بعمل معاكم الفراخ بتكون مشويه، انما بقى قلت المره دي اعملها مسلوقه يعني ومتحمره وكده بطريقه حلوه قوي، هتشوفوها كانها مشويه بالظبط. بس الصراحه يعني كنت بقى عايزه شوربه وكده، وقلت تغيير بدل ما كل مره بشوي الفراخ، لا المره دي ايه هسلقها. بص، جبت حله كده وقطعت البصله عشوائي كده، حتت صغنطوطه عشوائي. تمام، وبشوحها شوية كده من غير اي دهون خالص. الطريقة دي احسن من ان احنا مثلا نجيب نغلي المية ونسقط فيها الفراخ، لا بتكون الشوربة لونها كده مش لذيذ ومش حلو، انما كده الصراحة بتكون حلوة قوي. وبي... وال... وبيكون كمان لون الشوربة ولون الفراخ حلوين. ليه؟ لان احنا بنديها تشويحة. حتى اللحمة على فكرة بحب اشوحها الاول وبعد كده انزل عليها بالمية. الصراحة الاتنين بيكونوا يعني بتكون الطعم احلى. بس طبعا اللحمة ما بحطش بصل في الاول، يعني بحط البصل عادي سليمة. انما الفراخ جربي بقى، قطعي البصلة كده حتت صغنطوطة بالسكينة عادي، مش لازم مبشرة. وابدأي انزلي بالفراخ وحبة فلفل اسمر، وقلبي بقى لحد ما الفراخ تحسي ان هي خدت لون معاكي كده والبصلة غمقت. وبعد كده بقى انزلي بالمية. الطريقه دي بتبقى حلوه قوي قوي في طعم الفراخ المسلوقه، يعني عشان انا اساسا ما بحبش الفراخ المسلوقه قد كده. بس عايزه اقول لكم والله الاكل النهارده كان طعمه حلو جدا جدا. يعني انا بسجل لكم الصوت في نفس اليوم اللي انا عملت فيه الفيديو. كانت طعم الفراخ حلوه، وعملت لها تتبيله كده في الاخر ودخلتها الاير فراير، كانت حلوه قوي. هقول لكم بس في الاخر، خلينا ايه ماشيين خطوه خطوه كده. بس للاسف في مقطع بقى اتحذف مني غصب عني، سامحوني بقى، اللي هو انا بعمل الملوخيه وكده. تمام، بس هشرح لكم يعني انا عملت ايه. بصوا بقى، حطيت حبة فلفل اسمر كده، وبقلب بقى الفراخ كويس قوي. لو وصلتوا بقى لحد هنا ما تنسوش بقى تحطوا لايك وتعملوا شير وتسيبولي كده كومنت حلو زيكم. زي ما انتوا شايفين عمالة اشوح في الفراخ كأني بشوح لحمة، كأني بعمل لحمة بالبصل. بجد بتاخد لون، بيكون لونها حلو قوي قوي. وغير بقى طعم الشوربة الصراحة بيفرق جامد يعني. كده خلاص بقى كانت خدت لون. هبتدي بقى ايه انزل عليها ميه، مش لازم ميه من الكتل ولا اي حاجه او ميه سخنه، لا عادي خالص ميه من الحنفيه. هي البخار طالع عشان الفراخ متشوحه يعني. انما طبعا في اللحمه، عشان ممكن اللحمه بتاخد سوا عن الفراخ، لازم بننزل عليها ميه سخنه عشان تستوي بسرعه وما تجلدش مننا. انما الفراخ لا عادي جدا. بعد كده بقى بتنزلي بطماطم وبتنزلي بجزر لو عندك، وطبعا مش لازم بصل لان خلاص احنا حطينا بصل، وورق لورا وحبهان والحاجات بقى اللي بتحبيها حطيها يعني. طبعا بهارات الشوربه دي زي ما بتحبي بتعمليها. انا طبعا كنت غاسله الملوخيه وسايباها بقى تنشف، قلت اعمل الرز الاول عشان ايه اكسب وقت يعني، وبعد كده عبال ما الرز يستوي اروح انا اخرط الملوخيه. عبال ما خرطت الملوخيه كانت الفراخ استوت والرز استوى. يا دوبك عملت الملوخيه ولسان العصفور، فالاكل والله ما خدش مني ساعه على بعض. تمام، هي بس اللي اخد مني وقت شويه اللي هي ايه تخليط الملوخيه. طبعا بتاخد مننا ربع ساعه 10 دقايق عشان انا بحب اخرطها بالمخرطه اولا، وبحب اخرطها ناعم يعني. بس يعني هي دي اللي ايه اخدت مني وقت، اللي غير كده لا. بنزل بقى بمعلقه سمنه كده وحبه زيت. الرز بقى الطبيعي بتاعنا احنا اللي كلنا بنعمله يعني. احنا هنا بنحبه بالشعريه، عشان كده بعمل دايما الرز بالشعريه، عشان ابني بيحبه كده يعني، ما بيحبش اي نوع رز تاني. لكن انتي ممكن تعملي حبة وحبة، ممكن تعملي رز ابيض زي ما تحبي بقى. تحبي تاكلي الملوخية ازاي. هنا بقى حطيت السمنة وحطيت الزيت، ورحت بقى اجيب الشعرية هنحطها مع بعض. وكل ما تكتري الشعرية في الرز كل ما بيبقى طعم الرز احلى. يعني مثلا هتعملي كوبايتين رز، حطي كوباية شعرية.
هتعملي 3 كوبايات رز، حطي كوبايه ونص شعريه. الصراحه الشعريه بتكون طعمها حلو قوي. اسفه، حاسه ان الكاميرا مبكسله، مش عارفه السبب ايه، فمعلش بقى سامحوني. هو الفيديو ده هتلاقوه متلخبط حبتين 3، يعني ضاع مني مقاطع كتير وكده يعني، فاسفه بقى. هنا بقى ايه، هنحط الرز على الشعريه، وهحط الملح واشوح بقى كويس قوي، وانزل عليه بالميه المغليه. الرز لما بتحطي عليه ميه مغليه بيبقى احلى لما تحطي له ميه بارده، يعني الميه المغليه بتكون احلى. واحيانا يعني لما بيكونش الكاتل بايظ او النور قاطع او اي كان، يعني ربنا يجعل كلامنا خفيف، طبعا احنا في رمضان فالنور ما بيقطعش، ربنا يستر بقى بعد رمضان. عادي ممكن بقى احط الشعريه وبعد كده اسقط الميه اللي هي البارده. بكسر الصراحه اغلي ميه يعني على البوتاجاز، احط الميه البارده وبعد كده بقى ابتدي احط الرز، فاهمين؟ عشان الرز لما بتحط عليه ميه بارده يعجن. فلو مثلا ما عندكيش كاتل مكسله تسخني ميه على البوتاجاز، النور قاطع زي اللي هيحصل بعد العيد يعني والكلام ده، آه ممكن تحطي الشعريه وبعد كده تحطي الميه البارده عادي تاخد غلوه، وبعد كده انزلي بالرز في الميه المغليه. بشوح بقى الرز كويس والشعريه كده في السمنه والزيت، عشان كل حبايه رز تتغلف بالسمنه كده، ويبقى الرز معاكي مفرفر كده وجميل. وطبعا حبه الزيت برضو بيكونوا مهمين جدا ان احنا نحطهم، لان هما اللي بيفرفروا الرز. لو حطينا سمنه بس هتحسي ان الرز ايه، معجن كده، مش مفرفر. وادي احط معاري، يعني عامله معيار، انا بعاير على فكره الرز بالكوبايه الميه، ما بعرفش احط ميه كده. كنت حطاهم في الكتل وغليته. عملت بقى الملوخيه وحمرت لسان العصفور، بس زي ما قلت لكم المقطع راح مني، حقكم عليا. اجي الملوخيه خرطتها وحطيتها في الشوربه، وشوحت تومه كده بكزبره وطشتها، ولسان العصفور برضو حمرت لسان العصفور وحطيته. تعالوا بقى اقول لكم الفراخ بقى لونها عامل كده ازاي. بصوا، جبت بوله حطيت فيها معلقه صلصه ومعلقه كاتشب، تمام، وليمونه، نص ليمونه كده، وملح وفلفل اسمر، اوكي، وربيتهم كده مع بعض، وحبه زيت طبعا، ودهنتهم بالفرشه ودخلتهم الاير فراير على درجه حراره 200 لمده ما كملوش والله 10 دقايق، وطلعت باللون الخطير ده. ولا بقى قلي في الزيت ولا في الفرن ولا الكلام ده، هي يا دوبك ما كملتش 10 دقايق وبقت باللون وكأننا شوينها. طبعا اللي عطاها اللون ده الكاتشب ومعلقه الصلصه، والليمون بقى كان فيها كان ميزز جدا، فكانت بجد كان طعمها حلو جدا كأني شويها في الفرن، مع ان هي مسلوقه. وطبعا انتوا شايفين شكلها. ولسان العصفور بقى شايفين، والله كان الاكل الصراحه كان طعمه حلو قوي. ما تنسوش بقى تحطوا اللايك وتعملوا شير، واقول لكم مع السلامه.